نصيحة تمجي من عند عم رمضان. العسل هي أقدم مادة غذائية حلوة عرفها الإنسان واللي تميزت بخصائصها الطبيعية الكبيرة. العسل غذاء ودواء مهما كان مصدره، زهرة الكلاتوس، البرتقان ولا النبات البري، لأنه مضاد حيوي طبيعي يقوي جهاز المناعة ويقضي على البكتيريا والأكسدة، إضافة لفوائده الكبيرة في تضميد الجرح ومساعدته على الالتئام. العسل متكون من السكريات والأحماض الأيمينية والفيتامينات والمعادن، ما يفسدش بسهولة وينجم يتخبى في حرارة عادية لمدة طويلة. في رمضان البدن محتاج الطاقة اللي يفقدها في ساعات الصيام، على ذاك العسل ينجم يكون من المواد المنصوح بتناولها في التاي ولا في الحليب، في جاتو لتعويض مجهود نهار كامل. العسل يتضاف للحلويات التقليدية كما الفطاير والعصيدة والرفيسة ويحافظ على مكانته في كوجينتنا، وهذا لقيمته الغذائية الطبيعية اللي تميزه. شهية طيبة ونتلاقاو غدوة في نصيحة جديدة من عند مجي.